مسلسل جيم اوف ثرونز اللي بنحبه كلنا، وفيه مشاهد من اعظم المشاهد في تاريخ عالم المسلسلات واعظم الحلقات، لدرجه ان احنا كنا بنتمنى ندخل جوه عالم جيم اوف ثرونز ده بنفسنا علشان نستكشفه. واي حد بيحب التمثيل يتمنى ولو انه يظهر مشهد واحد بس في مسلسل جيم اوف ثرونز. ولكن للاسف مسلسل جيم اوف ثرونز هو مسلسل ليه جانب مظلم كبير جدا، لدرجة ان في ممثلة كانت بتمثل وهي تقريبا بتموت. فجهز كوباية الشاي بتاعتك عشان نتكلم بكل صراحة ووضوح عن الجانب المظلم من مسلسل جيم اوف ثرونز. طيب خلونا نتكلم عن مشكلة خلت في مشاكل كتير تحصل لكل الكاست والكرو بتاع العمل بتاع مسلسل جيم اوف ثرونز، وتسبب لهم يعني اللي هو مش طايقين نفسهم. اول حاجة الممثل كيت صاحب شخصية جون سنو عانى كتير بسبب المسلسل ده، ولكن قبل ما نقول عانى ليه خلينا نقول ايه سبب مشاكل الممثلين اللي حصلت لهم بسبب المسلسل ده. اول حاجة هي ان المسلسل كان بيجيب تقييمات عالية كتير جدا، وحلقات بتعدي 9 من 10، وحلقات خلاص هتقفل 10 من 10، وتيجي تبص على نهاية اخر حلقة في المسلسل هي تقييمها 4.1، يعني تقييمها 4 من 10. فانت ازاي وقعت الوقعة دي؟ خلينا نحكي ازاي وقعوا الوقعة دي، وانا عارف ان دي قصة مشهورة ولكن دي هتأثر علينا في حكاية قصص كل ممثل لوحده او كل مشكلة حصلت في المسلسل ده. بداية خراب مسلسل جيم اوف ثرونز حصلت امتى بقى يا معلم؟ الكلام ده حصل اول لما الكتاب اللي هم ديفيد ودان مضوا الموسم السابع والثامن مع شركة HBO. تقول لي ايه المشكلة في كده؟ الناس يعني بياكلوا عيش وبتاع. اقول لك لا، جيم اوف ثرونز ده يا باشا مش ديفيد ودان هم اللي مؤلفينه بس، ديفيد ودان دول بيكتبوا السيناريو، ولكن في اصل لقصة جيم اوف ثرونز وهي الروايات اللي كان بيكتبها مين؟ روبرت ار مارتن. لا انا صح هم راحوا لروبرت ار مارتن ده قالوا له بقول لك ايه فين الروايه هتنزل امتى طبعا عشان عايزين نكتب؟ قال لهم لا انا لسه ما خلصتهاش. فهم طبعا اتضايقوا ليه؟ لان هم كانوا ماضيين اعمال تانية بسبب ان هم اتشهروا اصلا من جيم اوف ثرونز، كانوا ماضيين حاجه يعملوها مع ستار وورز، فعايزين ينجزوا ويخلصوا من جيم اوف ثرونز عشان يخشوا على المشروع اللي بعده. خلاص الشهره برضو بتغير. فراحوا عملوا ايه ولاد اللذينه؟ قالوا روبرت ار مارتن بقول لك ايه، هو انت نهايه الروايه بتاعتك دي ايه؟ روبرت ار مارتن اضطر ان هو يقول لهم النهايه اللي هو ناوي يوصل لها، تمام؟ ولكن روبرت ار مارتن شايف ان دي ما تنفعش تحصل في موسمين بس، اللي هو كانوا اصلا بيتعمل كام 10 حلقات في الموسم. دول بقى اتجننوا اكتر، عملوا مسلسل السابع والثامن في 13 حلقه بس، يعني الموسم الاخير 6 حلقات بس. فهم عملوا النهايه اللي روبرت ار مارتن عايز يوصل لها فعلا، ولكن مش بنفس الطريقه اللي هو كان هيوصل لها بيها. بمعنى ان هم فجاه مثلا ماذر اوف ذا دراجون اللي هي ايميليا كلارك فجاه بقت مجنونه وولعت في المدينه وبتاع. طب ازاي؟ دي هي اصلا كانت في احدى الحلقات يعني او طول المسلسل انها طيبه، وكانت لغت قبل كده مصارعه فيها ناس بتموت. ازاي فجأة هي هتولع في المدينة؟ وازاي عيلة صغيرة تقتل النايت كينج ده؟ مع ان ممكن يعني لو بصينا في النايت كينج دي لا هتلاقي ان هي كان اريا دي مبني لها ارك كبير جدا، بس عمرك كنت تتوقع يعني انها تقتل يعني واحده مثلا في اولى اعدادي ولا تانية اعدادي تقوم قاتله النايت كينج اللي مولع الدنيا طول المسلسل. فاللي حصل يا معلم انهم كتبوا السيناريو، كتبوا الموسم السابع، قروه الممثلين كانش عاجبهم. الموسم الثامن كمان ده اللي كان الممثلين مصدومين فيه جدا قوي يعني، وحتى روبرت ار مارتن ما كانش راضي على اللي بيحصل ده. كل ده بسبب الاستعجال ان هم يلحقوا يشتغلوا في ستار وورز، اللي بالمناسبه هم خسروا على فكره العرض ده كمان وما عملوش الفيلم ده لانهم ببساطه فشلوا في مسلسل جيم اوف ثرونز في الاجزاء الاخيره، فخسروا ثقتهم مع صناع العمل في هوليوود، لان هوليوود دي اصلا مكان قاسي جدا. وعلى فكره هتلاقيهم ما عملوش غير فيلم واحد مثلا بعد جيم اوف ثرونز ومسلسل حاجه كده، فالدنيا جت عليهم جامد. فانت كل الخراب ده حصل بسبب بس الاستعجال والطمع. وكمان اللي زاد الطين بله ان اصلا الممثلين بيتشتموا وبيتهاجموا وبيتهددوا بالقتل، وكمان دول ما كانوش مثلا مرفهين اقول لك اثناء التصوير بقى الدنيا جميله بقى وبتاع، لا خالص. ده مثلا عندك حلقه اللونج نايت دي اتصورت في 55 يوم، والكومبارسات كمان كانوا بيقولوا ان هم بيتعاملوا وحش في التصوير بتاع الحلقه دي، وكانوا بياكلوا اكل بايت، وكانوا بيصوروا في عز التلج، والدنيا يعني الدنيا قحط خالص. الممثلين بقى لما تعبوا في حاجه زي كده فكانوا مستنيين المقابل، هو خلاص بقى دي حلقه هتدخل التاريخ، دي اطول حلقه حرب في تاريخ التلفزيون. لكن لما تيجي تتفرج على الحلقه بص ان الناس كانت بتتفرج على الحلقه مش شايفه، لا بجد مش شايفه، مش شايفه حاجه حلوه، لا هم مش شايفين الحلقه ضلمه خالص. انا مش عارف ازاي مشكله يقع فيها صناع عمل اكبر مسلسل في التاريخ، يعني انا مش فاهم. الناس ما كانتش شايفه حلقه اللونج نايت دي كويس، ولكن انا من وجهه نظري حلقه اللونج نايت دي حلقه عظيمه جدا، حلقه تدخل التاريخ يعني، فيها المزيكا بتاعت النايت كينج
كينج دي عظيمه قوي، ولكن هي مشكلتها الوحيده ان اريا ستارك، انا مش عارف ده حرق يعني لو حد يتفرج، فجاه دخلت قتلت النايت كينج اللي احنا بنتفرج عليه من اول حلقه والدنيا كلها خايفه منه، فجاه قتلته. كده انها كمان يعني انا كان عندي مشكله ان اريا ستارك دي عيله صغيره فازاي تقتل، ولكن كمان هتلاقي في مشكله اكبر ان ازاي الوايت ووكرز واقفين سايبينها تعدي كده، كانوا عارفين ما عملوش حاجه، بصوا كده بس. الوايت ووكر ده في اول ظهور حلقه ليه يعني في المسلسل ده كان حاجه يا لهوي يخرب بيت الرعب، كلنا اترعبنا من الوايت ووكر، فازاي شافوها بس كده معديه وقالوا بصوا عليها بس كده فجاه اديته واحده تيك تاك اوعى اوعى اوعى. وخلي بالك هي ما كانتش مجرد حلقه وحشه وخلاص او نهايه وحشه، لا ده في حملات من الجمهور حصلت وتهديدات بالقتل لصناع العمل وللممثلين، لدرجه ان الممثله اللي قايمه بدور سانسا قالت يا جماعه انتوا نسيتوا ان احنا بني ادمين ولا ايه، ومش احنا اللي كاتبين المسلسل راضيين عن النهايه. حتى ايميليا كلارك لما قرت السيناريو قعدت ساكته نص ساعه بعد كده قالت يعني ده اللي عندكم. ففي حوالي 1.5 مليون واحد عمل حملة توقيعات علشان يعيدوا نهاية المسلسل ده. انت متخيل القاعدة الجماهيرية بتاعت المسلسل عاملة ازاي؟ في الموسم الاول من مسلسل جيم اوف ثرونز عانت ايميليا كلارك بمشاكل كبيرة في حياتها وحاجات مرضية، لدرجة انها جالها تمدد في الاوعية الدماغية. دي حاجة خلت تأثر عليها جامد جدا وتخليها ان هي تخاف كمان من انها تموت. وغير كده كمان هي ما كانتش بتقول لاي حد الموضوع ده، يعني لا الممثلين عارفين ولا الجمهور، وخبت كل ده، ولدرجة ان كان في ناس كتير مش عارفه حاجة زي كده، خصوصا انها جالها المرض ده من السيزون الاول وعملت عملية والدنيا مشيت وبتاع، ولكن نتفاجأ انها في الموسم الثالث برضه بيجي لها نفس المرض. فاللي هو ايه ده بقى يا جدعان؟ ولكن برضه الحمد لله عدت هذا الموقف وتعافت وعاشت. ولكن لما نيجي بقى نروح تاني للموسم الاول اللي هو كان في سنه 2011، ميلا كلارك ما كانتش اكبر مشاكلها حوار تعدد اسمه ده تمدد الاوعيه الدماغيه، لا ميلا كلارك كان عندها مشكله تانية، وهي ان ببساطه كده هي كان ليها مشاهد عري في المسلسل. ولكن وتفتكر بقى مسلسل عري يعني هي بمزاجها، ولكن هي قالت انها كانت بتعمل المشاهد دي غصب عنها، مش غصب عنها يعني هم بيستغلوها ان هي مش مشهوره، ان هي ما عندهاش القدره تقول لا انا مش هقلع هنا مش هعمل مشهد عري هنا، فهم كانوا بيستغلوا حاجه زي كده. ولكن طلعت ميلا كلارك كانتش حابه ده، خصوصا حتى هتلاقي ان هي بعد ما اتشهرت شويه كده في المسلسل ما شفناش قلعه تاني يعني ولا في اي مشاهد عري. دايما كده هتلاقي في الكواليس وفي الخباثه الناس اللي انت شايفها مبسوطه كده دي هتلاقيها بص حياتها يعني مين كانت تصور منها كلارك عندها دي المشاكل يعني في المسلسل، خصوصا انها كانت ام تنانين يعني مش اي حد يعني، لكن يعني الدنيا. ومسلسل مش بس بينهي معانا بقصة مأساوية ان المسلسل يبقى نهايته وحشة، حتى مع الكاست اغلبه هتلاقي مثلا الممثل اللي عامل دور جون سنو هو بعد ما المسلسل ما خلص دخل مصحة نفسية راح يتعالج، ولكن هو قال ان هو بسبب اسباب شخصية، ولكن الله اعلم هل بسبب المسلسل بسبب الضغوط اللي واجهها بعد ما المسلسل خلص محدش يعرف. هو حتى نفسه جون سنو يو نو ناثينج جون سنو، او بالمناسبة جون سنو اتجوز البنت اللي هي كانت بتقول له يو نو ناثينج جون سنو، اتجوزها في الحقيقة يعني. هو برضه المسلسل يعني ما كانش يعني الحاجه التعيسه اللي تخلي الانسان يا لهوي تعيس يعني كممثلين او ككاست، لا طبعا، بس انا بوريك يعني كنا عايزين نسلط الضوء عن الجانب ده يعني من حياه الصناع العمل في المسلسل ده. ويخلينا نسال برضه خلي بالك ان هل يعني ان كل حاجه عظيمه ده في الاول وفي الاخر ده فن، وان الناس العظيمه دي صعب انها تفضل محافظه على عظمتهم، خصوصا لما يكون في نفس بشريه زي الطمع او الغرائز العاديه اللي هو عايز اروح اعمل بقى اشتغل مع ديزني في ستار وورز انا كمخرج او انا كمؤلف. فكل ده بتكتشفه وتحس ان انت كصانع افلام لا ما عادي يعني، انت ما افشل عادي، ده انت يا نهار ابيض ده في واحد غيرك نجح كان 8 سنين على بعض وفي الاخر جه في 6 حلقات دمر كل الدنيا. وهتلاقي برضو ان اصلا الممثلين دول بقوا اغنياء، وفي ممثلين كتير جدا اتشهروا بسبب مسلسل جيم اوف ثرونز منهم حتى ايميليا كلارك، ولكن ده واجههم بحاجه تانية وحشه برضو ان هم بقوا محصورين في دور جيم اوف ثرونز، ان هو خلاص الناس خدت عليهم في جيم اوف ثرونز. ولكن الوحيده اللي اعتقد عرفت تخرج من عباءه جيم اوف ثرونز دي هي ايميليا كلارك وبقت نجمه فعلا يعني. طبعا ايميليا كلارك ده رايي الشخصي يعني مش حاجه مثبته يعني. بالنسبه لنهايه بقى جيم اوف ثرونز اصلا حته ان بران ده اللي هو بتاع الغراب هو اللي يبقى الملك او صاحب العرش، دي بالنسبه لي من اسوأ الحاجات اللي في المسلسل. واعتقد ممكن يكون روبرت ار مارتن ده كان مختار فعلا النهايه تبقى كده، بس اكيد كان هيمهد ان هو يبقى هو الكينج، لان اصلا كانوا عاملين فوت او كانوا عاملين اسئله للكاست والكرو. الكاست الصراحه للممثلين في اول تصوير المسلسل وقالوا لهم توقعوا مين اللي هيبقى في اخر المسلسل هو اللي هيبقى على العرش،
من ضمن الناس اللي اتسالت بران ده، وبران قال على نفسه لا ان هو صعب يبقى هو على العرش. فاللي هو يعني الممثل نفسه متفاجئ، فمحدش كان يتوقعها خالص. يعني كان الناس اغلبها توقع ان جون سنو هو اللي يبقى كده، ولكن مسلسل له ما له وعليه ما عليه، ومسلسل بالنسبه لي من اعظم المسلسلات اللي في الدنيا. وهاوس اوف ذا دراجون ما عجبنيش شخصيا، ما قدرتش اكمل هاوس اوف ذا دراجون، مش حلو بصراحه. فانا بيج فان لجيم اوف ثرونز، ونلتقي قريبا في الجانب المظلم من مسلسلات اخرى. فانت لو عجبك هذه الحلقه او شوف حلقه جانب مظلم من فريندز، لازم روح اتفرج عليها. انا بقالي كتير مش بقول اهلا يا صاحبي في اول الفيديو، فخلينا نقول بقى يلا سلام يا صاحبي.